مساء الخير أصدقائي الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. لايف جديد ودائما وأبدا زي ما دايما بقول لكم، الحياة بتستمر، الحياة مش بتقف. حددت لكم أكتر من موضوع مهم جدا نتكلم فيه. الطريق واقف شوية فقلت أدردش معاكم، واللي مش هيلحق يشوف اللايف دلوقتي يقدر بعد كده يشوف اللايف. هنتكلم في محاور محددة بعينها: ماذا بعد تعادل الزمالك؟ كيف يعود الأهلي؟ إلى من ستنتهي المنافسة على بطولة الدوري؟ فرص منتخبنا في أفريقيا؟ يا رب يعني نقدر نتكلم عن كل هذه الموضوعات بسرعة وسهولة ويسر وبشكل مبسط زي ما عودت كل أصدقائي الأعزاء في كل مكان. ودايما الكلام بيكون من القلب عشان يوصل للقلب على طول، من غير أي فواصل، من غير أي حواجز. تعادل نادي الزمالك أمام حسنية أغادير بطل المغرب. قبل كل شيء، شفتوا الملعب؟ ولا أروع. شفتوا الجمهور؟ ولا أحلى. شفتوا الالتزام والانضباط والتشجيع المثالي، ورغم ان المباراة انتهت بالتعادل السلبي. شفتوا مشكلة؟ يا ريت نشوف الحاجات دي ونتعلم منها كويس جدا، عشان كلنا حلمنا الكبير ان المدرجات في ملاعبنا ترجع تاني كامل العدد. 1 2. انا شفت المباراة كويس جدا جدا جدا، ودايما بحب اتكلم بتحليل واقعي، زائد الحته العاطفيه اللي جوانا كلنا بالتاكيد، لان نادي الزمالك ممثل للكره المصريه، فبالتاكيد نتمنى مواصلته للمشوار الافريقي في الكونفدراليه ويحصد لقب البطوله. لكن ازاي ده يحصل؟ نادي الزمالك في المباراه دي تحديدا ظهر بوضوح وبقوه ان الفريق بيلعب من غير عقل. مين؟ فرجاني ساسي. وواضح كمان ان الفريق ما كانش موجود القلب بتاعه. مين القلب بتاعه؟ محمود كهربا. الفريق كان يدوب عنده الرئة اللي بيتنفس بيها في المواقف الصعبة، وتتمثل في طارق حامد. وطبعا حدث ولا حرج على تألق محمود جنش اللافت للنظر. وبما ان النتيجة انتهت بالتعادل السلبي، فالجميع اخذ يشيد بكريستيان جروس، والجميع نسي او تناسى سير المباراة واحداث المباراة اللي لولا عامل التوفيق كانت هتبقى فيه، والحمد لله ان ده ما حصلش يعني. طبعا يعني كان هيبقى فيه خسارة كبيرة لنادي الزمالك. وتاني اقول لكم الحمد لله ان ده ما حصلش. ليه؟ لان فريق حسنية اغادير عمل كل حاجة في الكورة. وعلى فكرة نفس الاخطاء اللي ارتكبها النادي الاهلي في مباراته امام سان داونز في مباراة الذهاب هي اللي ارتكبها نادي الزمالك في بداية المباراة، لكن في بداية المباراة وخلال فترات المباراة. لكن الحمد لله ان التوفيق وقف حائل امام بطل المغرب عشان يهز شباك نادي الزمالك، اللي بالتأكيد محمود جنش كان ليه دور كبير جدا 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 عشان يخرج بهذه الشباك نظيفة ويحافظ على الحظوظ المصرية في التأهل للدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية. المنافس منافس قوي، بيلعب الكرة الحديثة السهلة، كرة العرضية، الاختراقات، التسديد. عامل التوفيق ده محدش يقدر يراهن عليه ومحدش يقدر يضمنه. انت فقط بتعمل اللي عليك. الفريق المغربي عمل كل حاجة في الكورة، لكن ما كانش معاه عامل التوفيق. نادي الزمالك لازم وهو بيلعب مباراة العودة يكون في اذهانه واذهان لاعبيه وجهازه الفني ان لسه المباراة 50-50. وانا ضربت مثل النهاردة الصبح في بوست واضح صريح، كلنا نفتكر ليفربول وبايرن ميونخ. احنا بنتعلم كلنا من اللي بيحصل حوالينا في العالم كله. ومين مش هيتعلم؟ اللي مش هيتعلم من دوري الابطال الاوروبي هيتعلم من مين وفين؟ وليفربول لما قدر
ببساطه شديده جدا، ليفربول لما قدر ببساطه شديده جدا ما يحققش، او ليفربول لما فشل في ان هو يحقق فوز على ارضه وعلى ملعبه وسط جماهيره، المحصله في النهايه كانت ايه؟ الناس كلها قالت لا ده كده فرصه قلت. لكن كره القدم مش كده. كره القدم تكافح، تجتهد، تحترم المنافس في اي مكان وفي اي ظروف، خاصة لما يبقى الملعب مناسب، الجماهير بيبقى دورها فقط الدور التشجيعي، وانت بتلعب كرة القدم لعبك وادائك وفكرك وطريقتك والروح اللي بتعبر عنك وبتعبر عن طموحك وعن تحدياتك. عشان كده ليفربول تأهل من ملعب اليانز ارينا معقل البايرن. لازم نادي الزمالك يحط في الحسبان ان المباراة لسه 50-50. عودة فرجاني ساسي ايوه هتضيف لنادي الزمالك بالتأكيد. هل هيتم العفو عن محمود كهربا او لا؟ الله اعلم. النادي الزمالك عنده اوراق رابحه، مش عارف ليه كريستيان جروس مش عاوز يستفاد منها. حدث ولا حرج على ايمن حفني، وايمن حفني في الاجواء اللي فيها ملاعب كويسه وفيها جمهور ده لاعب مبدع. ده وقت ايمن حفني، ووقت كتير من اللعيبه اللي مش واخده فرصها بسبب عناد كريستيان جروس. على فكره كريستيان جروس لو ما كانش في حد بيطلب منه ان اللعيبه دي تشارك كان اداها فرصه، لكن هو شخصيه عنيده ببساطه شديده جدا. لكن ما ينفعش ان انت تعاند يا عم جروس في حاجه تخص او تهم الصالح العام للفريق. عشان كده نادي الزمالك لازم المرحله الجايه يحتاط جيدا قبل مباراة العودة، ولسه المباراة 50-50، وكل التمنيات الطيبة وكل الثقة ان نادي الزمالك في حالة توخيه الحذر ان شاء الله يقدر يحقق فوز مهم وفوز كبير يقوده للدور التالي، للدور نصف النهائي في بطولة الكونفدرالية. الزمالك، الاهلي، وفي كل الاحوال، ومش هنتكلم عن الخسائر، خلاص الخسارة بقت ماضي وراحت، ونبص لبكره ونبص للي جاي، ونبص لمباراه يوم السبت. وبسرعه الاهلي عاب بسلامه الله. ايوه عاب بسلامه الله، والحياه هتستمر والحياه مش هتنتهي. وخساره ما تنتقص من النادي الاهلي ولا من جمهوره ولا من اي فرد ينتمي للنادي الاهلي. احنا بنتكلم على النادي الاهلي، نادي القرن في افريقيا، بطولات، نجاحات، ارقام قياسيه، كل حاجه ممكن كانت تحصل ايجابيه في القاره السمراء عملها النادي الاهلي. النادي الاهلي لازم يتخطى هذه المرحله الصعبه، واللعيبه امامهم فرصه ذهبيه، الجهاز الفني امامه فرصه ذهبيه. اعتى فرق العالم، قلت لكم ضربت لكم مثل قبل كده بموضوع باريس سان جيرمان وبرشلونه بالرباعيه، وقدر يعود بالريمونتادا التاريخيه ويفوز 6-1. ده برشلونه. في اكتر من البرازيل كان مستضيف كاس العالم وخد سبعة مع الرأفة من المنتخب الالماني، والحياة استمرت وعادت البرازيل وكملت منافساتها وقوتها وصدارتها للتصنيف العالمي. ولسه البرازيل هي البرازيل يا جماعة مهما حصل. ما لغوش كرة القدم على فكرة في البرازيل، يعني قالوش خلاص احنا مش هنلعب كرة تاني بعد ما خسرنا 7 على ارضنا ووسط جمهورنا. تمام. النادي الاهلي لازم يبص لبكره، ولازم يبص للتحدي الصعب، التحدي الكبير. والنادي الاهلي نادي كبير ولاعيبته لعيبه كبار، والجهاز الفني بالتاكيد يدرك ذلك، ومسؤولي النادي الاهلي يدركوا تماما حاله الحزن اللي بيعيشها جمهور النادي الاهلي، وبيعملوا اقصى ما لديهم لتحسين الصوره في الفتره القادمه. واعتقد ان الكره لسه في ملعب او في اقدام اللاعبين، ولسه في ملعب النادي الاهلي. مش هتكلم عن صعود ومش هتكلم عن خروج، هتكلم على رد اعتبار زي ما قلت لكم كده قبل اي حد. قلت لكم رد اعتبار، وارجعوا لللايف بتاعي بعد المباراه او مساء نفس اليوم اللي كانت فيه المباراه. رد الاعتبار، ورد الاعتبار ما يكونش مجرد كلمه، يكون اقوال وافعال. وعلى فكره قريبا انا كاتب موضوع مهم جدا 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 في هذا الشأن، وبتكلم على نقاط محددة. اول ما يعني يتنشر هقدمه لكل اصدقائي، لكل الناس، لكل الرأي العام، لان مين فينا ما يهموش تألق النادي الاهلي؟ مين فينا ما يهموش استقرار النادي الاهلي؟ مين فينا ما يهموش عودة الانتصارات ولغة الانتصارات للقلعة الحمراء
عودة السعادة على وجوه ملايين، عشرات الملايين من الشعب المصري المنتمين للنادي الاهلي، وملايين من الشعب المصري اللي بالتاكيد يهمهم نادي كبير، النادي الاهلي بكل عشاقه بكل مورديه بكل محبيه، ان بالتاكيد يقدم مباراه تعبر عن شخصيته، شخصيه الكبار في مباراه العوده. النتيجه بقى والصعود بقى، انا نفسي اللعيبه تعمل اللي عليها، الجهاز الفني يعمل اللي عليه، وبعد كده الباقي يكون على المولى عز وجل. نروح بقى للمنافسه والخناقه والدوري والاهلي والزمالك والاهلي وتصدر الزمالك والاهلي في المركز الثاني ولعبه الكراسي الموسيقيه، الاهلي يكسب فبعد كده يصدر ضغط لنادي الزمالك، الاهلي ممكن يفرق بنقطه فالزمالك يرجع يتصدر ويبقى فارق نقطتين. قلت لكم وهقول لكم تاني، الكره في ملعب الاهلي والزمالك، الدوري قدامكم، اللي عاوز يكسبه ما يفرطش في نقطه. وخلي بالكم بيراميدز قادم وموجود وما بيفرطش في نقطه، فببساطه شديده جدا الكره في ملعب الجميع. خلوها منافسه شريفه، منافسه قويه، منافسه جميله، وفي الاول وفي الاخر اللي هيكسب نقول له مبروك واللي هيخسر نقول له هارد لك. افريقيا، منتخب مصر، ومنتخب مصر بالتاكيد لا صوت يعلو عن افريقيا ولا صوت يعلو على قرعه كاس الامم الافريقيه اللي هتقام يوم الجمعه القادمه بعد المجموعه. بعد ما نعرف مجموعتنا ونشوف خط السير هيكون شكله ايه، هنقدر نتكلم بشكل اوضح عن شكل المنافسات. لكن خليني اقول لكم ان احنا عندنا مشكله حقيقيه. مباراه الاهلي ومباراه الزمالك الافريقيه، وارجعوا كده ل 2006 و2008 و2010 اما حققنا الرياده والزعامه الكرويه التاليه، بالتاكيد كان في دور كبير جدا لحاله التالق اللي عايشها النادي الاهلي جيل 2006 و2008 و2010 والجيل الذهبي وسيطره الاهلي على البطولات الافريقيه في هذا التوقيت، وده كان ليه انعكاسه على تالق منتخبنا الوطني في هذه البطولات. الان الاهلي في موقف صعب على فكره، والزمالك ايضا في موقف صعب. لو شفتوا نفس الاخطاء هتلاقي احنا عندنا نفس الاخطاء في الدفاعيه، اهلي وزمالك، نفس الاخطاء في التمركز، اهلي وزمالك، نفس الاخطاء في التغطيه العكسيه، اهلي وزمالك، نفس الاخطاء في الكرات الثابته، اهلي وزمالك، اللي هم الفرقتين الكبار بتوعنا. بلس عندنا مشاكل لان احنا بنلعب من غير جماهير. ايوه بنلعب من غير جماهير، وده هيأثر بالسلب على لاعبتنا. مش عارف الموضوع ده يتحل ازاي، هل نمتلك الخبرات عشان نقدر نعدي الموضوع ده؟ اما اجي اتكلم عن خبرات بتكلم عن نجمنا فخرنا محمد صلاح، لكن اتكلم على بعض العناصر المميزه زي تريزيجيه، زي طارق حامد، زي عمرو ورده. لكن الفتره اللي جايه محتاجه ان كل قوتك الضربه تكون موجوده، محتاجه وليد سليمان حاله شفائه يرجع، محتاجه رمضان صبحي يكون موجود، محتاجه تبص على رجب بكار في الناحيه اليمين، محتاجه ان انت مفيش لاعب يكون عنده دي مرحله خبرات مش مرحله اكتشاف عناصر جديده في المنتخب. برغم ان ممكن يكون في عنصر او اتنين تقدر تديهم فرصه. عاوز انتقد المنتخب في نقطه محدش اتكلم عنها بعد اخر مباراتين للمنتخب، وتحديدا بعد مباراه نيجيريا. سؤال محدش اتكلم عنه خالص، انا تابعت كل الاستوديوهات التحليليه وكل البرامج، محدش اتكلم على النقطه دي تحديدا. السؤال اللي بيفرض نفسه، لو انا عاوز اكتشف عنصر جديد للمنتخب الوطني، الافضل ان انا ادي العنصر ده اديله الفرصه وسط الهيكل الاساسي لمنتخبنا الوطني وهيظهر بشكل افضل وسط المجموعه الاساسيه للمنتخب، ولا اجرب 6-7 مع بعض، ولا في انسجام ولا في اي حاجه ما بينهم، وبعد كده تقريبا 99% بيفشلوا باستثناء عمار حمدي من وجهه نظري، وبعد عمار حمدي نبيل دونجا، وبعد كده كل العناصر الجديده دي محتاجه كتير جدا من الوقت وكتير من الخبرات عشان نقدر نحكم عليها. لكن كان الافضل ان انت العنصرين دول، لو واحد زي عمار حمدي، واحد زي نبيل دونجا، تديله مع الهيكل الاساسي للمنتخب، بالتاكيد كنت هتستفيد بشكل اكبر من المباراتين
اخر مباراتين لمنتخبنا، وبالتاكيد كان الشكل هيكون افضل. كل التمنيات الطيبه لمنتخبنا، كل التمنيات الطيبه للكره المصريه، كل التمنيات الطيبه لنادي الزمالك، كل التمنيات الطيبه للنادي الاهلي. وانا بعد لكل عشاق النادي الاهلي ان في موضوع في غايه الاهميه، في غايه الاهميه انا كتبته فعلا، ان شاء الله هيكون موجود بكره باذن الله، باذن الله. موضوع في غايه الاهميه عن النادي الاهلي وعن مباراه سان داونز. اعتقد هيكون فيه كل حاجه، كل الخيارات، روشته كامله لما يجب ان يكون عليه النادي الاهلي في هذه المباراه الكبيره المنتظره من كل الجماهير الاهلاويه والمصريه. كنت سعيد ان انا معاكم في هذا اللايف. دايما يا رب نتقابل على خير، اشوفكم دايما في افضل صحه واحسن حال. الى اللقاء.